السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 25/2/2025 الموافق 25 شعبان. كل سنة وانتم طيبين. فاضل 5 أيام على رمضان. معاكم المهندس أحمد مصطفى، الشرق الأوسط للاستثمار والتطوير الزراعي لإنتاج أشجار البولونيا الأسترالي 001 المنتجة للأخشاب والصديقة للبيئة. هنيجي هنا على سلايد قطاع عرضي هنا اهوت، نبدأ نوضح ازاي ان الشجرة بتكون أخشاب وعمرها ازاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا دي السنة اللي اتقطع فيها الشجر، دي كده السنة اللي اتقطع فيها الشجر، ودي السنة اللي هي ايه؟ التربية. لو نعد ادي سنة، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5، 6، 7، 8، 9، 10 سنوات. الشجرة دي عمر 10 سنوات. لو انت هتلاحظ معايا هنا ان في السلايد الاخير ان هو بيتكون فيه بدأ الضغط او اللحاء بتاع الشجرة يقل، بدأ السماكة. يعني هنا هوت عاملة سنة كبيرة اللي هو المحيط ال20. بنقول ان كل سنة بتعمل محيط 20 سم، بتيجي بعد السنة السابعة ال20 بيقل خلاص. الضغط الاسموزي بيبقى عالي جدا في انتاج الخشب، لانها بتنتج من السليلوز، فغصب عنها ما بتقدرش انها تعمل اللحاء، لازم تتقطع وتتربى تاني زي ما احنا عملنا هنا ايه في قطاعات جنبنا. بسم الله ما شاء الله. لو احنا كده عشان نعرف حجم المحيط بتاع الشجره قد ايه، ادي حجمي اهو احنا قاعدين عليه. بسم الله ما شاء الله، شغل مصري 100%، اجود انواع الاخشاب العالميه. ده من الانواع اللي بيتعمل منها الابلكاش اللي هو الاي بي اللي هو رقم 1، مقاوم للميه، مقاوم للافات. زي ما انت شايف خشب ابيض، خشب بني، من اجود الانواع الاخشاب. ثقافه شغالين فيها بقى لنا 18 سنه، والحمد لله والشكر لله بقى لنا تقريبا 4 سنوات شغالين في محاصيل، الحمد لله والشكر لله، وفي التصنيع. وناشد بس كل المسؤولين عن تصنيع الاخشاب في الدوله ان هم يحاولوا يركزوا معانا على صناعه الابلكاش والكونر. احنا الحمد لله والشكر لله بقى عندنا شجر موجود في مصر، هنقدر نوفر عمله صعبه غير طبيعيه. حاولوا تساعدوا في الايام اللي جايه دي ان احنا ننتج ابلكاش وكونتر من الصناعات المصريه، وننتج غابات نقدر نعملها بالشكل اللي انت شايفه ده. بسم الله ما شاء الله، هنوفر توفير كبير جدا، وهنقدر نتحكم في صناعه الاخشاب عندنا، لان صناعه الاخشاب يتوقف عليها رقم 1 انتاج الابلكاش اللي هو بيتوقف عليه 80% من الصناعه.